عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. عملنا المكرونه بالبشاميل وعملنا كوسه بالبشاميل. النهارده هنعمل البطاطا بالبشاميل، صينيه بطاطا بتتحدث عن نفسها. البطاطا بالكراميل على طريقه شيرين الحداد، وصفه حصري على اليوتيوب والفيسبوك. الصينيه بتتحدث عن نفسها، طريقه سهله زي ما انا عودتكم. صلوا على اللي هيشفع فيكم، متنسوش لايك واشتراك وكومنت حلو، عرفوني انتوا من انهي مكان. الكمية اللي انت عاوزاها قشريها، تمام، قطعيها زي ما حضراتكم شايفين مكعبات او دواير ايا كان. هنحط ربع كوباية سكر، هنحط كوباية مية، مكونات بسيطة خالص. انا كان الاستاذ محمد جوزي جايب لي كده مش عارفه 3 4 كيلو بطاطا. خدت البطاطا الصغيره اللي فيها، تمام، انا معرفش بصراحه قد ايه. سبتها على البوتاجاز تستوي مع المية والسكر والكلام دوت. اول ما تشرب ميتها وتتهري جوه المية كده، ما يبقاش فيها مية، اقفلي عليها وهرسيها. هنعمل دلوقتي البشاميل بتاعنا. معايا 3 معالق كبار هرميين، مع معلقتين او 3 معالق سمنة. اللي هتحط الدقيق زي ما تحط السمنة، قلبيها لغايه لما تتحمر معاكي الدقيق ريحته تبان. انزلي باللبن بتاعك مره واحده. انا نزلت هنا بحوالي نص كيلو لبن، تمام. يبقى حطينا ايه؟ 3 معالق دي مهرميين على 3 معالق ايه سمنه. قلبي كل الحاجات الحلوه دي مع كيسين فانيليا، مع اللهم صل وسلم عليك شويه جوز الهند، على قولوا معايا باكت آه كريم كراميل اهوت، مع ربع كوباية سكر، تمام. واقعدي قلبي الحاجات الحلوة دي مع بعضيها لغاية لما القوام بتاعك يتقل زي البشاميل بالظبط، واقفلي عليه. سيبتها تستريح شوية كده اهو. بوريكم اللي القوام قاعد بيتقل معايا. بصوا لونه رهيب، مش قادرة اقول لكم، يا كاميرا ظلمه، ادعوا لي ان اشتري ايفون عشان الصورة تبقى حلوة. هنا البطاطا بتاعتي استوت، هجيبها وهرسها اهيت. ههرسها معاك البايركس بتاعك، الطاجن بتاعك، الصينية بتاعتك، الحلة بتاعتك، ايا كانت الحاجة اللي انت هتحطي فيها. هرست البطاطا بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش ميه، غير حاجات بسيطة خالص. طبعا المية اتبخرت، ما تغطوش الحلة يا جماعة عشان المية تتبخر، تمام. بعد ما دهنت البايركس بتاعي، البشاميل بتاعي احطه اهوت. هنبدأ ايه؟ نظبط الدنيا مع بعضينا برضو. متنسيش تصلي على اللي يشفع فيكي، وقوليلي ايه رأيك في البطاطا بمانجا بتاعتي. بوريكم الباركس اهوت. هنبدأ نحط ايه؟ معلقتين بشاميل في قاع البحار اهوت. وابدأ انزلي بالايه؟ بالبطاطا بتاعتك، وافرديها على الصينية بتاعتك. البطاطا بتاعتي يعني مش قادرة اقول لكم اهيت. الكمية كلها ما خدتش غير ايه؟ نص كوباية سكر، ربع للبشاميل وربع للبطاطا اللي بتستوي. طبعا احنا دلوقتي في الموسم البطاطا مرطرطة في السوق، داخلين على شتاء، وفي معظم الفاكهة دلوقتي ما بيبقاش موسمها، واللي بيبقى موسمه الحمد لله ماشيين عكس. الحمد لله اللي بيطلع في الصيف بيطلع في الشتاء، كل حاجة بتبقى موجودة صيف شتاء. هنا ظبطت الصينية بتاعتي اهيت، تمام. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. ما تبخليش تدخلي عليا في حكايه شيرين في المطبخ على اليوتيوب، وصفحه شيرين الحداد على الفيسبوك. ادعمي لي القناه واعملي لي لايك عشان الريتش وقع، وادعي لي دعوه حلوه من قلبك براحه البال. ظبطي البشاميل بتاعك اهوت، شربيه كده على الوش، وفي جوز الهند، وفي قولوا معايا كريم كراميل، وفي فانيليا وانا عامله اصلا بلبن قولوا معايا معلب، بيدي طعم احلى من اللبن البلدي، بيدي نكهة حلوة. وعندي بقى ايه يا فوزية؟ عندي معلقتين قشطة كده واخدهم من ايه؟ من وش اللبن البلدي بتاعي. كنت حطهم في التلاجة ومش لاقيه لهم صرفة، لما ربنا بيريد رحت طلعتهم وقلت لهم تعالوا اهم،
المهم قطعتهم ورحت حطيتهم على وش الايه، وش الصينية. صينية مليانة بروتين ونشويات، وبصوا فيها كل العناصر اللي عايز يتخن يتخن. تمام، حتى لو ما حطيتيش قشطة، كده كده المادة الدهنية هتحمر الوش. دخلي يا فوزية البوتاجاز نص ساعة وطلعيها. كانت أحلى لوحة فنية بتتحدث عن نفسها، والطعم خرافة. لو عجبتك متبخليش عليا، أمانة تدعيلي دعوة من قلبك براحة البال، وتعملي لايك وكومنت حلو. مش عايزة منك أكتر من كده عشان الصفحة بتاعتي تنتشر وانتي شفتيها وغيرك كمان يشوفها. باي باي.